أهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد. النهاردة هنناقش سؤال خيالي لكنه ممكن يبقى واقع في المستقبل. هل البشر ممكن يعيشوا على كوكب المريخ؟ في الفيديو ده هنشوف إيه التحديات اللي بتواجهنا، إيه اللي محتاجينه عشان نعيش هناك، وهل ده فعلا ممكن ولا مجرد حلم؟ يلا نبدأ. ليه المريخ؟ المريخ هو أكتر كوكب قريب من الأرض شبه بيئيا، في أيام طولها قريب من أيامنا، وفيه ماء متجمد تحت السطح. بس هل ده كفاية؟ أكيد لأ. المريخ عنده جو مختلف تماما عن الأرض، بنسبة أكسجين قليلة جدا وضغط جوي ضعيف. التحديات اللي بتواجهنا، أهم التحديات هي الأكسجين والتنفس. الجو هناك كله تقريبا تاني أكسيد الكربون، فلازم نلاقي طريقة نصنع أكسجين. درجات الحرارة، المريخ بيبقى شديد البرودة مع متوسط حرارة 600 درجة مئوية. الإشعاع، مفيش طبقة أوزون تحمينا، يعني الإشعاع الكوني ممكن يكون خطر كبير على حياة الإنسان. إزاي ممكن نعيش هناك؟ العلماء شغالين على أفكار زي بناء مستعمرات فضائية مضغوطة للحفاظ على الحياة، زراعة نباتات باستخدام مزارع عمودية وصوبات خاصة، استخدام موارد المريخ زي المياه المتجمدة لصنع وقود وأكسجين. في النهاية، العيش على المريخ مش مستحيل، لكنه تحدي كبير محتاج شغل سنين طويلة واستثمارات ضخمة. قولولي في الكومنتات، لو كان عندكم فرصة تعيشوا على المريخ هتروحوا ولا هتفضلوا على الأرض؟ متنسوش تعملوا له لايك وسبسكرايب واستنونا في فيديو جديد. سلام.